السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يغترب الإنسان عن وطنه وعن أسرته. هناك حالات كثيرة، بعضها اضطراري وبعضها اختياري. قد يضطر الإنسان إلى ترك وطنه، وقد يختار أن يتركه فيهاجر ويضرب في الأرض بحثاً عن الأمن والأمان، بحثاً عن الرزق، بحثاً عن العلم والمعرفة، بحثاً عن كثير من الأمور التي قد يفتقدها في وطنه. هذه الأمة لها تاريخ مع حالات الاغتراب والهجرة، فمنذ خروج رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة المكرمة نحو المدينة، بل قبل ذلك عندما أمر الرسول صلى الله عليه وآله مجموعة من المسلمين أن يهاجروا ويتجهوا إلى الحبشة أمناً على دينهم واستحصالاً لفرصة للتقوي والاستعداد، بل وكانت هناك حالات جزئية لمن يأتي من قبيلته وموطنه للقاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد أن يسلم ويؤمن يرسله رسول الله صلى الله عليه وآله مرة أخرى إلى أهله ليبلغهم وليوصل لهم تلك المعارف التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وآله. فحالة الهجرة وترك الموطن والعودة إلى الموطن هي حالة لها تاريخها المصاحب لكل حركة الإسلام. هذا أمر يحتاج إلى نظر ودراسة وتحليل. في زماننا المعاصر كثرت حالة الهجرة والاغتراب، ونريد بالاغتراب هنا الكون في وطن غربة وليس الكون في الغرب، فقد يكون هذا الاغتراب إلى الشرق أو الغرب. الغربة مأخوذة من كون الإنسان غريباً، يكون الإنسان في مجتمع ليس مجتمعه الأصلي وليست بيئته الأصلية، يفتقد اللغة أحياناً، يفتقد معرفة ثقافة ذلك المجتمع وعلى أي أساس يتعامل، يفتقد السند الذي كان يحصل عليه من أقاربه، من جيرانه، من أصدقائه، من أصحابه. هنا تواجه المغترب مجموعة من المشاعر، مشاعر الحنين إلى الأهل والأوطان، وإذا كان مضطراً للغربة تعظم فيه أكثر وأكثر تلك الذكريات الجميلة، حتى لو كانت مرة فهي جميلة عنده بين أهله وأصدقائه وأقربائه ووطنه. نعم، الفقر في الوطن غربة، هناك اغتراب في الوطن أيضا، هكذا تشير الروايات. لكن للاغتراب خاصة الاضطراري طعم أمر. هذه مشاعر لا يعرفها إلا من عاشها ويعيشها، ولا يعرفها إلا أهل من اغترب. حتى من اغترب اختيارا هناك أمل وطموح وهدف. لا بد أن لا ينسى المغترب ولا ينسى أهل المغترب تلك الأهداف التي اغترب لأجلها. ينبغي أن لا ينفصلوا عن أسباب ذلك الاغتراب، ينبغي أن يسعى الجميع
لأن لا يتحول المغترب إلى فكرة تؤطرها المشاعر والحنين وما شابه ذلك فقط، فإن في هذا قتلا للكثير من الطاقات والكثير من القدرات التي من شأنها أن تعلي من الأمة ومن المجتمع. المغترب يكافح ويجاهد، وإذا كان اغترابه في سبيل الله عز وجل من تحصيل علم أو تحصيل قدرة أو اكتساب خبرة أو حتى تحصيل أمن وأمان على نفسه وعياله، لا بد أن لا ينسى أن أمته في انتظاره، أمته في انتظار نتاجه وأدائه، ولو كان خارج وطنه، ولو كان في بلاد الكفر، أن يكون رسولا من رسل الإيمان، أن يكون ممثلا لأمته فيما تمثله من قيم ومبادئ وانتماء وهوية، أن يحقق تقدما حتى يعوض عن حرمانه من وجوده في وطنه وبلده الأصلي، وإلا لكانت سنيه وأيامه سنية وأيام بلا فائدة ولا طائل. وعندما يندمج في المجتمع الجديد، وفي حالات عدم كون المجتمع الجديد مجتمعا مؤمنا ومسلما كما في بلدان الكفر، فإنه يشكل خسارة لنفسه وللأمة. وعندما يكون في مجتمع مؤمن وفي بيئة مؤمنة وفي بلد إيمان، حتى لو اندمج مع هذا المجتمع في إيمانه ومبادئه وقيمه، فإنه سيكون عنصرا فعالا في هذه الأمة. إذن المعيار واللحاظ الذي ينبغي أن يكون ملحوظا هو معيار الدين والانتماء لله عز وجل والهوية، ذلك الانتماء الذي يقوي الإنسان ويجعل منه قيمة حقيقية تضاف إلى هذه الأمة، ويحول ذلك التحدي وذلك الألم إلى فرصة وإلى أمل. وهنا لا بد من المجتمع، كل المجتمع، أن يقدر ذلك المغترب وأن يضخ فيه الأمل وأن يشعره بقيمته وما يقدمه لهذه الأمة وما يقدمه لنفسه وما يقدمه للأجيال القادمة. أيها المغترب، مجتمعك وأمتك تنتظر منك الكثير، ولها أمل فيك لا يقصر عن أمل من كان في وطنه. وعلى مر هذا التاريخ حقق المغتربون عند عودتهم لأوطانهم، بل وهم في تلك الأوطان التي يشعرون فيها بالغربة، حقق المغتربون المسلمون الكثير وما زالوا يحققون. فالظفر والنجح بيدك، وتستطيع أن تفعل الكثير وتقدم الكثير. ويا أيها الناس، مشاعر المغترب وقدرته على الإنتاج وشعوره بالانتماء إلى أمته أمانة بأيديكم، فادعموها وقووها واشعروا بها ولا تضيعوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.